ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا هنفتح كده مع بعض اللي هو الكمود بتاع المعالق، او زي ما بتسموها شنطة المعالق او كده، بس ده كمود للمعالق يعني زي الكمودينو كده. وفي طبعا 3 ادراج، وليه الارجل بقى الطويلة دي عشان بيقف عليها كأنه زي الكومودينو بالظبط. وكل درج بقى فيه بيحتوي على مجموعة كبيرة من الشوك والمعالق بقى بأنواعها وبأشكالها وبأحجامها. وهوريكم دلوقتي حتى كمان في طقم توزيع جوه. فهنتفرج مع بعض كده على الأشكال ونعرف كمان أحجامهم عاملة ازاي. وعايزه اقول لكم بقى ايه المميزات والعيوب بتاعته. كمان هنا بصوا، هو هنا عنده زي ايد مذهبه، وزي هنا كده مكبس بيقفل الدرج خالص علشان ما يتفتحش. غير كده بقى ان شكله تحفه زي ما انتم شايفين. ممكن اصلا المعالق دي تتفضى منه خالص ونستخدمه زي درج او زي حاجه مثلا تحط فيها حاجتك، حاجه الاطفال. هو صراحه جميل جدا. لكن هنعرف مع بعض بقى دلوقتي ايه المميزات ايه العيوب كده. تعالوا بقى ايه نفتح كده اهو اول حاجة مع بعض كده من فوق. استنى بس اقرب لكم كده الكاميرا عشان تشوفوا إيه الشكل كويس. طبعا هو مغلف بقى، كل معلقة وكل شوكة مغلفة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا فيها الكيس اللي هو قدامكم ده كيس الحافظ، بيحفظ المعالق من الرطوبة، من العوامل الجوية يعني. بصوا بقى هنا شايفين كده شكل الرسمة بتاعة السكينة دي. طبعا السكينة اللي هي بتاعة الجاتو او الحلويات او الاكل ايا كان. بصوا شكلها، بوريكم كده شكلها عامل ازاي. دي طبعا الحجم الصغير، في منها حجم كبير. ده الكيس اهو اللي بيحفظ الستانلس المعالق يعني. دي كده بقى بوريكم هنا ان في مجموعة كبيرة من السكاكين الصغيرة اللي هي بتاعة الجاتو، بتاعة اللي بتقطعي بيها الاكل ايا كان، او اللحوم او ايا كان يعني ايه. هنا بقى دي الشوك المتوسطة اللي هي برضو ممكن تستخدميها في الجاتو او في اي حاجة تانية. الكيكات، التورت، الحلويات. ده شكلها برضو اهو، شايفين شكلها من ورا وشكلها من قدام. هي الرسمة بتاعتها مش اوفر يعني، رسمتها رقيقة. سيلفر في جولد يعني ذهبي في فضي. كل بقى ما كل يعني كل شوكة او معلقة ليها المكان بتاعها اللي بتتحط فيه عشان يبقى منظم. دي بقى المعلقة الصغيرة اللي هي ممكن تستخدميها للشاي او تستخدميها في اي حاجة بقى انت عايزاها. بس شكلها عامل ازاي، قد ايه جميلة، قد ايه شيك، تحفة قوي قوي. شايفين قد ايه حلوة. طبعا ده بقاله فترة كبيرة يعني، ده بقاله 4 سنين تقريبا. كنت جايباه وانا عروسة. هفتكر لكم دلوقتي سعره كان كام. اكيد طبعا السعر بتاعه قبل كده مش هيبقى زي دلوقتي خالص. اكيد طبعا الحاجة اللي اتجابت خلاص. اوريكم بقى دي ايه بقية المعالق الصغيرة اهي. وكمان في زي الماسك كده، ده اللي هو بتاع التلج، ممكن تمسكي بيه التلج او اي حاجة مثلا صغيرة. سكر، بتاع السكر، تلج، الحاجات دي. ففي منه بقى كتير. هنا بقى بصوا السكاكين اللي هي الكبيرة دي، اللي هي اللي بقى بتاعة اللحمة والحاجات دي، تقطعي بيها مثلا اللحمة، الفراخ. دي بتاعة الاكل. لكن التانية الصغيرة اللي قلت لكم في الاول دي كانت بتاعة ممكن الجاتو او كده. انا هنا بحاول اوريكم المكتوب على على السكينة علشان تشوفوا هي مكتوب ايه. هو مكتوب ستانلس ستيل زي ما مكتوب على البوكس من بره كده. اللي انا وريته لكم كده هو مكتوب عليه الماني تقريبا.
طبعا في بقى ايه بيبقى تقريبا 6 من كل حاجة. دي بقى اللي هي المشرشرة، اللي هي برضو ممكن تقطعي بيها الخضار اللحمة ايا كان، بس في منها برضو اللي هي المشرشر من قدام. دي كلها بقى ايه السكاكين. في بقى هوريكم كمان الدرج التاني هنفتحه دلوقتي ونشوف، وفي درج تالت كمان نشوف برضو في ايه. دي الشوك الكبيرة اهي، شايفين؟ دي بقى الكبيرة اللي هي بتاكلي بيها بقى الاكل، إيه الرز مثلا، إيه في ناس بياكلوا الرز بالشوكة يعني، الرز إيه اي حاجة بقى. دي الكبيرة بتاعت الاكل. الصغيرة الاولانية اللي انا وريتها لكم دي كانت بتاعت الكيكات الجاتوه كده. بصوا شايفين بقى قد ايه حلوة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فعلا هو يعني في مجموعة حلوة قوي من السكاكين ومن المعالق ومن الشوك. لسه بقى هنشوف الدرج التاني. نفتح كده اهو وهوريكم بقى في ايه. بصوا بقى شايفين، هوريكم بقى شكل معالق غريب جدا. انا لسه اول مره اشوفها على فكره. هو ده بقاله فتره كبيره عندي لكن انا ما فتحتوش كتير. حتى لو هتشوفوا المعالق اهي بالاكياس لسه ما فتحتوش كتير. بصوا المعالق دي كده معالق الرز. دي معالق للرز او ممكن للشوربه لانها هي غويطه كمان، تاخد شوربه تاخد رز. عريضه عريضه وكبيره على فكره اكتر من تصوير الكاميرا. هنا طبعا في كتير بس يعني شلناهم من مكانهم، شلتهم تقريبا. بصوا بقى هوريكم دلوقتي. هنا في اللي هي المعلقه الكبيره قوي دي زي مغرفه كده، تغرفي بيها رز تغرفي بيها اي حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفه، تحفه بمعنى كلمه تحفه، جميله جدا. بصوا هنا ده كمان ماسك اكبر شويه من اللي انا وريتهولكوا فوق. اللي وريتهولكوا فوق ده الصغير شويه كان بتاع مثلا سكر او كده. الكبير ده ممكن تستخدميه في التلج، ممكن تستخدميه في اي حاجه، بتقلي بانيه، بتعملي اي حاجه على النار عادي يعني ممكن تستخدميه. اهي المعالق اللي بقولكوا غريبه شويه، اللي هي شكلها كده عامل زي المربع كده او يعني. حتى انا كمان يعني بعد ما خلصت الفيديو لقيت فيه معلقه زي الورده، بس انا كنت حطاها في درج النيش فما شفتها بعد الفيديو. بس شكلها عامل ازاي، جميله جدا، شكلها تحفه. تنفع برضو للشاي، تنفع للسكر، تنفع لأي حاجة تاكلي بيها الايس كريم، الجيلي، المهلبية، ايا كان بقى ايه. بس شكلها مختلف طبعا عن المعالق التقليدية التانية. دي الشوكة اللي هي بتبقى اتنين كده بس مش 3. دي طبعا بتمسكي بيها في الطاسة او بتستخدميها مثلا تطلعي بيها حاجة تغرفي بيها كده يعني. دي بقى المعالق الطويلة قوي دي تقريبا دي معالق للايس كريم، للفروت سلطات يعني. هي طويلة جدا وصغيرة من فوق. حد عارف دي بتاعت ايه يقولي، يكتب لي بقى في الكومنتات يعني. في منها برضو كذا واحدة، بيبقوا 6 تقريبا، ستات يعني. دي بقية السكاكين اللي كانت فوق الصغيرة. انا بحاول ادخل بقى عشان اقفل الدرج، بس انا طبعا مش رصهم صح فعشان كده مش عايز يقفل. قفل اهو. اخر واحد بقى. هنا بقى بصوا كده في المغارف دي اللي هي بتاعه الشوربه. اول واحده بصوا شكلها جميل قد ايه. بصوا كمان الايد بتاعتها برضو نفس الشكل، مذهبه كده وشكلها جميله جدا بصراحه. يعني بتحطيها على السفره مثلا وانت بتغرفي عندك ضيوف كده، شكلها شيك قوي ونضيف يعني. في برضو واحده تانية وفي صغيره قوي دي. برضو ممكن بتستخدميها في تغرفي فيها مثلا حاجة للأطفال أو كده. شايفينها اللي هي جنبها دي. هنا بقى دي كمان المعالق اللي هي قلتلكوا عليها، يا إما تنفع للشوربة أو للرز أو أيا كان. اهو شكلهم ده، شكلها بصوا عامل ازاي.
كمان في سكينة كبيرة خالص دي بتقطعي بيها الاكل. وفي بقى دي اللي هي بتغرفي بيها الكيكات، المكرونة البشاميل، الرقاق، الجلاش، اي حاجة بقى بتطلعي بيها. هي زي بصوا دي اهي غويطة ازاي، عشان دي مثلا لو لشرب او لحاجة، وكبيرة كمان وممكن تغرفي بيها الاكل. بس كده عشان بس ما اطولش عليكم. ده كان الفيديو بتاعنا هنا بقى. هكمل لكم بس بقيه المعالق والشوك اللي موجودين واوريكم اشكالهم، عشان في طبعا معالق اصغر، في صغيره جدا، معالق صغيره جدا اصغر من اللي هي اللي بتاعه الشاي دي، في اصغر منها كمان حجم صغير شويه. في الشوكه دي صغيره دي برضو. بس عشان ما اطولش بقى عليكم الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وهو من الحاجات العملية جدا جدا، لكن يعني لو تقدري ان انت تجيبي حاجات بسيطة، مثلا يعني 6 من كل معلقة، 6 من كل شوكة، وتكتفي بيهم وخلاص ومش مهم خالص، ده يبقى حلو جدا، لانه هو كبير قوي على الفاضي. بس كده، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. ودايما كده تشجعوني باللايك بتاعكم بالشير. واشوفكم على خير، وباي باي.